السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة حبايب قلبي لو عندك جوافية، تعالي بقى كده هقولك على وصفة حلوة جدا هتعمليها بطريقة جديدة وبطريقة مختلفة هتعجبك جدا إن شاء الله. بس قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتعملي لايك للفيديو وكمان دعوة حلوة من قلب. ويا سلام بقى لو عجبتك الوصفة كمان وعملتي لي مشاركة للفيديو، يعني بصي هبقى ممنونة من كل قلب. بصوا بقى حبايب قلبي، اول حاجه انا جبت الجوافه زي ما انتم شايفين، طبعا الكميه بتاعتك اللي انت عايزه تعمليها. بجيب الجوافه وبقطع بقى الايه العين اللي انتم شايفينه من ده علشان ما يبقاش اسود معاك. انا عايزه اقول لكم انا جايبه الجوافه دي سكر، كلمة سكر كده مفيش منها كلام تاني، لان انا بحب دايما اتعامل مع حد معين. سبحان الله يا جماعة، والله سبحان الله، انا عدتها كذا مرة. كل ما اجيب يبيع مثلا موسم بطيخ بجيب منه البطيخ، بلاقي البطيخ ما شاء الله جميل. بيبيع لا بلح، البلح بتاعه عبارة عن شوكولاتة، سكر، كلمة سكر كده شوية عليه. فانت برضو شوفي حد في السوق بيجيب حاجات كويسة وخليكي معاه نضيف وحلو. بعد كده طبعا بعد ما نضفت الجوافي حطيت كده ايه كمية مية بتاعتك اللي انت هتحطيها، وحطيت كمان شوية من الخل. طبعا انا عايزة اقول لكم زودت كمان المية لاني حسيت ان المية قليلة، فقلت احط كمان ايه شوية مية. وحطيت كمان شويه من الخل. انا عايزه اقول لكم الخل ده حاجه مقدسه عندي في اللي في قلب البيت، انا بعمل بيه حرفيا كل حاجه. انا عايزه اقول لكم ان انا يعني شفت الرز اللي هو المشرب على البوتاجاز، انا بحط له نقطه بس من الخل، عايزه اقول لك بيبيضه بطريقه مش طبيعيه. فبحط فيه حتى على الخبيث بحط، بيفتح العجينه معاكي. بحطه على كل حاجه، الغسيل بحطه على البطاطس، بحطه ما شاء الله في كل حاجه. بغسل وبنضف فيه بيلمع لك الحاجه، وبيبقى ما شاء الله بيخلي الحاجه معاك نظيفه وجميله. حطيت هنا بقى ايه نص الحله بتاعت ميه وسبتها لحد ما تغلي على النار. طبعا وحطيت ايه غسلت بقى الجوافه بتاعتي ونضفتها كويس جدا من الخل، ونضفتها شطفتها كذا شطفه. طبعا ايه في الحوض كده عشان تبقى الحاجه بتاعتك نظيفه وجميله. انا عايزه اقول لكم بقى النعناع انا لما بجيب نعناع بحس ان انا عايزه انشره في كل مكان. غسلته طبعا، خدت منه عيدان وغسلته ونضفته وحطيته على الوصفه بتاعتنا دي. هتحطي نعناع على الجوافي؟ حطي بس نعناع على الجوافي كده وخليكي ماشيه معايا، وانا هقول لك بامانه الله الوصفه دي هتعمل معاكي ايه. انا لو وحشه انا هقول لك ما تعملهاش، لان ما ينفعش ان انت تجيبي حاجه و... وتعمليها في قلب بيتك وترميها. طبعا الدنيا غلا زي ما انتم شايفين، فلازم تستفيدي بالحاجه اللي انت هتعملها. اول ما تاخد معاكي غلوه واحده بس هنشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لك بقى حرفيا الريحه فظيعه رهيبه رهيبه. كل اللي داخل كده من الشقه إيه ريحه إيه الريحه الحلوه دي. ماشي تمام. اول ما تاخد معاكي غلوه، طبعا مش عايزه اسيبها لحد ما تنهاري معايا، لا انا يا دوبك اول ما تاخد معايا غلوه بسيطه كده. تعالى هنشوف هنعمل ايه. هصفيها بقى من الميه بتاعتها. بص انا عايزه اقول لكم صفيتها بقى من الميه وشطفتها شطفه. وطبعا خدت العيدان اللي هي النعناع، العيدان النعناع خدتها معايا. وهبتدي بقى اللي انا هرسها كده بايه بقلب السكينه. عايزه تعمليها بقلب الكوبايه مفيش اي مشكله عادي. انا عايزه اقول لكم كانت سخنه مع ان انا شطفتها على البوتاجاز، فانت لو عايزه تسيبيها لحد ما تبرد براحتها مفيش مشكله. حطيت بقى عليها شويه كده من الميه، وحطيت بقى كمان شوية من السكر. السكر ده على حسب احتياجك انت، يعني ايه شوفي انت حابة تقللي إيه تعملي. انا دايما بحب الحاجة وسط، ما بحبش الحاجة اللي سكرها كتير، بحس ان انا لا، ما بحبش الحاجة المسكرة قوي. فجبت كمان الكوبايه. ما تقلقيش، هتقولي انت خليتها عجينه، ما تقلقيش خالص. هتبقى الخلاط بتاعك واضربها في قلب الخلاط، طبعا ايه بالميه بالنعناع، العيدان بتاعت النعناع، بالعيدان بتاعت النعناع، واعمليها في قلب الخلاط. طبعا انا هحط عليها نص ليمونه، بس انا مش هعمل الليمونه بقى دلوقتي، هنسيبها لحد ايه ما تضربيه كويس جدا. هو اصلا وانت بتضربيه تحس اللي هو مش هياخد معاكي وقت خالص، ولا هيبقى يعني في تفل كتير، فاهماني. بعد كده جبت بقى بعد ما ضربته كويس جدا في قلب الخلاط، جبت المصفى بتاعتي اللي انا احطه، وهبتدي بقى اللي انا اصفي بقى كل حاجه موجوده فيه. انا عايزه اقول لكم بقى بصوا بقى حبايب قلبي، لو وصلت معايا الفيديو لحد هنا بالله عليك بالله عليك اليوم الدين ادعي لي دعوه حلوه من قلبك تقولي لي الله يبارك لك.
اكتبي لي حتى في التعليقات كده كلمة الله يبارك لك، دي عايزة اقول لك بتشرح قلب. ولو مش عايزة تكتبيها في التعليقات وسمعتي الأذان شغال وجربت الوصفة، قول الله يبارك لك، أي وصفة من وصفات قول الله يبارك لك دنيا وآخرة. أنا عايزة أقول لكم يا جماعة، طبعا الجوافة دي غير الجوافة بتاعت اللبن تماما تماما، دي مختلفة عن دي. الطعم بتاعها عايزة أقول لك دي بتوديكي في حتة تانية. شفت لما تكوني انت قاعدة في كافيه وشاربة حاجة ومش عارفة تميزي ايه الحاجة دي، هي دي بالظبط. تحسي ان انت كوكتيل. ايه الكوكتيل اللي موجودة فيه؟ لا ما تعرفيش تميزي بجد والله حرفيا. في ناس ممكن تحط له لبن، لا انا مش عايزة احط لبن، انا عايزة احط مية. وجربي الطريقة بتاعتي والوصفة بتاعتي وبعد كده تحطيه في قلب التلاجة. عايزة اقول لك ما شاء الله اللهم بارك، انا عايزة ادوق كده، عايزة اقول لك حلوة بجد، طعمها حلو قوي. جربيها وهتعجبك، ومتنسيش دعوة حلوة من قلبك.